هعرفكم على الدرب الأحمر. مدينة الألف مأذنة، مدينة مليانة بأسرار كتير، وكل ما بنتعمق فيها بنكتشف فيها أكتر. الجامع اللي ورايا ده هو اللي موجود على 50 جنيه. مهما تزور أماكن في القاهرة عمرك ما هتمل منها، والنهاردة هنتعرف على واحدة من أشهر وأجمل أحياء القاهرة. القاهرة زمان كانت مشهورة بتعدد أسماء الطرق، فيها الميدان والشارع والحارة والعطفة والضرب والزقاق. يعني مثلا اللي ورايا ده زقاق أم السلطان. والنهاردة جايين نتعرف على الدرب الأحمر. بس قبل ما نبدأ، يا ترى هي ليه اتسمت بالاسم ده؟ مكان غريب جدا، والأغرب هو ليه اتسمى بالاسم ده؟ الدرب الأحمر. الدرب الأحمر، الدرب الأحمر. مكان عجيب، شارع بقاله أكتر من 1000 سنة. لما بتتمشى فيه بتحس إنك رجعت بالزمن لورا. فخلينا نعرف إيه السبب ورا اسمه العجيب ده. أول حاجة، كلمة درب يعني طريق، ولكن ليه يا ترى اتسمى الأحمر؟ في أكتر من سبب لتسمية الدرب الأحمر بالاسم ده، أشهرهم بسبب حادثة كبيرة كلنا عارفينها، وهي مذبحة القلعة اللي كانت سنة 1811، لما جمع والي مصر محمد علي باشا المماليك في القلعة بحجة إنه عزمهم على وليمة كبيرة، وبعد ما جمعهم خلص عليهم كلهم، وبسبب إن الشارع منحدر بصوا الشارع كله منزل، الدم نزل على المنطقة كلها والشوارع بقى لونها محمر. وبالرغم إن محمد علي أمر بتنظيف المنطقة، إلا إن لون الأرض فضل أحمر لفترة من الوقت، عشان كده سموا المنطقة دي باسم الدرب الأحمر. ولكن جه بعض الباحثين وقالوا إن ده مش السبب الحقيقي ورا اسم الدرب الأحمر، وقالوا إن اتسمى كده بسبب إن مجموعة من الأشخاص اللي لون بشرتهم محمر جم مصر وقت الفاطميين وسكنوا في مكان الدرب الأحمر، عشان كده اتسمى بالدرب الأحمر. وناس تانية قالت السبب إن المباني في المكان ده كانت مبنية من حجارة لونها أحمر، فعشان كده خد الاسم ده. فانتوا إيه رأيكم؟ يا ترى إيه أكتر سبب مقنع لتسمية الدرب الأحمر بالاسم ده؟ ليه اتسمى درب الأحمر؟ النهاردة احنا في الدرب الأحمر وجايين عشان نتعرف عليها وعلى أشهر معالمها. نبدأ بحديقة الأزهر اللي وراها قصة مش عادية. المكان ده كان أصله مزبلة. Lungs of Cairo. أكبر حديقة عامة في مصر، وتم اختيارها واحدة من أفضل 60 منتزه حوالين العالم. كانت في الأصل مزبلة، وهي حديقة الأزهر بارك اللي فضل أهل القاهرة يرموا فيها الزبالة لأكتر من 500 سنة. ولكن يجي شخص نبيل اسمه كريم الحسيني، وهو مؤسس منظمة الأغا خان لمساعدة الدول النامية. كان في يوم من الأيام في اجتماع في منطقة القلعة، ويبص من هناك شاف المنطقة دي وهي مزبلة، فصعب عليه إن إزاي يبقى في مزبلة وسط القاهرة التاريخية بمآذنها دي كلها. فقال ليه ما نعملش المنطقة دي حديقة، فقرر إنه يحول المزبلة لحديقة الأزهر بارك. محددات المنطقة كانت رهيبة، زي ما قلت هي مقلب زبالة 500 سنة، وعمق التربة الزبالة والمخلفات دي 40 متر، ولمدة 10 سنين وبتكلفة 30 مليون دولار بيحاولوا يشيلوا الزبالة اللي اتراكمت ووصلت لحجم التلال على مدار مئات السنين، ويزرعوا مكانها مئات الأشجار. المكان هنا فيه كمية زهور روعة، لحد ما تم افتتاحها سنة 2005، وبقت واحدة من أجمل الأماكن اللي ممكن تزورها في القاهرة ومصر كلها. وبعديها انطلقنا عشان نزور الآثار الإسلامية الموجودة في الدرب الأحمر اللي فيه أكتر من 65 أثر إسلامي. احنا دلوقتي موجودين في الدرب الأحمر. بدأنا بمجموعة خاير بيك، أو زي ما بيقولوا عليه خاين بيك. المسجد ده ما صلاش فيه حد خالص بسبب خطأ في اتجاه القبلة. والمجموعة في الآثار الإسلامية بتبقى عبارة عن جامع أو جامع مدرسة ملحق بيه الضريح بتاع صاحب المكان وسبيل وكتاب. والفرق بين المدرسة والكتاب هي إن المدرسة مكانها بيبقى جوه الجامع، والغرض منها تلقين علوم الدين من المذاهب الأربعة، لكن الكتاب بيبقى مكانه بره الجامع، والغرض منه هو تعليم علوم الدنيا من قراية وكتابة. ومعظم الجوامع زمان كان بيبقى فيها مدرسة، وخاير بيك بنى المجموعة دي عشان يصالح بيها المصريين بعد خيانته ليهم، لما كان قائد الجيش وخرج عشان يحارب الجيش العثماني بقيادة سليم الأول.
وبمجرد ما خرج من مصر وبدأت الحرب سابنا وبقى في صف الجيش العثماني، ونتيجة خيانته إن إحنا اتهزمنا في المعركة دي، والسلطان الغوري اتقتل ومسك مكانه تومان باي حكم مصر. وبعدها خير بيك خان تومان باي وسلمه لسليم الأول، واتشنق تومان باي على إيد سليم الأول عند باب زويلة. الحمد لله رب العالمين. صدى الصوت خرافي. وعشان خير بيك حس إن المصريين زعلانين منه، فبنى المجموعة دي هدية عشان يصالح بيها المصريين، ولكن محدش صلى في الجامع اللي هنا خالص بسبب إن في غلطة في اتجاه القبلة، وبقى مكان أثري للزيارة فقط. والسبيل اللي موجود في الجامع ده عبارة عن مكان كان بيبقى فيه مية أي حد في أي وقت يقدر يشرب منها من غير استئذان، فعشان كده بقينا بنقول لأي حد بياخد أي حاجة من غير استئذان: أنت شايفها سبيل؟ وبعدها زرنا الجامع الأزرق، زينة جوامع الدرب الأحمر. وصلنا على تحفة العمارة الإسلامية، وهو تالت جامع في العالم يتسمى بالاسم ده، ولكن الأول من حيث تاريخ التسمية. بس يا ترى هو ليه اسمه الأزرق؟ ولكن في الحقيقة هو ليه 4 أسماء. أول اسم هو آق سنكر، وهو الأمير اللي بنى الجامع ده، ولكنه توفى بعدها والجامع اتعرض للإهمال الشديد. وتعدي الأيام والسنين ويجي شخص اسمه إبراهيم أغا مستحفظان رمم الجامع واهتم بيه، وده بسبب إنه شاف رؤية في المنام إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في الجامع ده، وبسبب الرؤية دي اتسمى بجامع النور. وعشان هو اللي رمم الجامع الناس سمت الجامع باسم إبراهيم أغا مستحفظان. وكمان هو ما رمموش ترميم عادي، لا ده جاب البلاط الأزرق ده من تركيا مخصوص عشان الجامع، فعشان كده اتسمى بالاسم الرابع والأشهر وهو الجامع الأزرق. وعشان الناس ما تنساهوش عمل ضريح ليه وعمله بنفس البلاط الأزرق اللي عمل بيه الجامع، ولسه الجامع محافظ على حالته وبيقام فيه الصلاة لحد دلوقتي. احنا دلوقتي في مسجد المرداني، وبعديها رحنا على تحفة معمارية من العصر المملوكي، مسجد عجيب جدا اللي يعتبر واحد من أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية الموجودة في مصر، ومن أفخم المساجد المزخرفة في القاهرة. عملية ترميمه خدت أكتر من 6 سنين، وتم افتتاحه لأول مرة من شهر. مسجد جميل جدا ولازم تزوروه. وفي رحلتنا عدينا على مسجد أبو حريبة اللي كلنا بنشوفه كل يوم تقريبا، وبما إننا في الدرب الأحمر كان لازم نزور واحد من أشهر معالم القاهرة. حاجة ناس كتير ما تعرفهاش إن المأذنتين دول هم اللي موجودين على شعار محافظة القاهرة، اللي من عنده نشأت حكاية الكوسة. بسبب المكان ده أي حاجة فيها واسطة بقى يتقال عليها كوسة. البوابة دي كانوا بيعدوا منها التجار عشان يبيعوا بضايعهم من الفاطميين، وكان من ضمن البضائع دي الخضروات، وكان التجار بيقفوا طابور عشان يخشوا جوه. لكن لما كان المنادي بيسمع أي تاجر بيقول معايا كوسة كان بيدخل الأول والباقي بيفضل مستني في الطابور، وده لأن الكوسة بتبوظ وبتدبل بسرعة. فبدأوا بقية التجار حتى اللي مش معاهم كوسة كانوا بيقولوا معانا كوسة عشان يخشوا الأول. ومن هنا المصريين بقى يقولوا على أي حاجة فيها فهلوة أو واسطة كلمة كوسة. دلوقتي طالعين باب زويلة. رحلة طلوع باب زويلة بتعدي فيها على 76 سلمة، والعجيب في الموضوع إن باب زويلة بيخلص لحد هنا، والمأذنتين دول مش تبع باب زويلة، دول بتوع مسجد المؤيد شيخ اللي قرر المهندس اللي بناه يميزه عن كل الجوامع، وعمل المأذنتين بتوعه بعيد عن الجامع وبناهم فوق برجين باب زويلة، وده خلاه مسجد نادر جدا. دلوقتي طالعين المأذنة بتاعت باب زويلة. ومن فوق بتشوف القاهرة كلها، وبتشوف عدد مآذن رهيب، عشان كده اتسمت القاهرة بمدينة ال1000 مأذنة. وكمان من فوق المأذنة شفنا مسجد الصالح طلائع. المسجد ده آخر مسجد اتبنى في العصر الفاطمي. وختمنا الفيديو بواحد من أشهر وأقدم الأسواق في مصر، واحد من أهم الأماكن للصناعات اليدوية في مصر، وهو سوق الخيامية
ولكن اسمه الحقيقي هو قصبة رضوان، اللي بيضم محلات وورش أثرية تعتبر كنز الصناعة اليدوية في مصر، وتسمى بالقصبة لأن شكله من فوق شبه القصبة الهوائية للإنسان. وده كان جزء من منطقة الدرب الأحمر اللي تحس إن الزمن وقف فيها. شكرا جدا على الدعم. قولولي حابين تشوفوا فيديوهات فين تاني. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.